وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يا الله، يدعو للشرك ومع ذلك يأمر الله بمصاحبته بالمعروف. والداك هما أكبر فرصة استثمارية عظيمة لمستقبلك الأبدي. يقول معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. الكبر أحيانا يجلب معه ضعفا في الإدراك أو تكرارا في الحديث عند الوالدين، فلا تظهر الملل أو الانزعاج. تلك الكلمات المكررة اليوم كانت بالأمس نصائح وجهودا بذلها والداك لتربيتك. كل كلمة ينطقان بها هي جزء من إرثك الروحي والأخلاقي، فلا تستهن بها. هما أولى الناس بحلمك وتجاوزك وكرمك وعفوك. كل مرة تقبل يديهما، كل مرة تخفض صوتك أمامهما، وكل مرة تبتسم لهما برضا هي خطوة نحو الجنة. فانظر لهما بعين المحب الذي يراهما كنزا يغتنمه لا عبئا يتحمله. وإذا كان الله قد أمر بالتلطف للوالدين حتى لو كانوا أعداء لذاته عز وجل يدعون للشرك، فكيف بالله عليك سيكون حق الوالد المسلم المصلي ومنزلة بره عند الله؟ كيف؟ السلام عليكم.